تعالوا نعمل الابليكيشن من على موقع الفي اف اس لاسبانيا. هنا بنخش على الموقع بتاعهم وبنيجي عند schedule appointment وبندوس schedule appointment هنا، وهنا بنختار القاهرة وندوس submit. بيطلع لنا هنا انت عايز تقدم لكام واحد، يعني لو انت مثلا وصاحبك ممكن تقدموا مع بعض، لو انت عايز تقدم لوحدك بتكتب برضو واحد. وهنا بيكون عندك حلين، يا اما انت تورست يا اما في اي بي شورت ستاي. ايه الفرق؟ الفرق ان الطبيعي ان احنا تورست بس. الاوقات دايما بتكون بتخلص بسرعة قوي، يعني مواعيد الفيزا بتاعتك او مواعيد التقديم بتكون بتخلص. فالفي اي بي بيكون فيها مواعيد اكتر، بس الفرق ان الفي اي بي اغلى 250 جنيه من السعر العادي. فانت الاول بتخش على تورست، ولا قدر الله لو ما لقيتش مواعيد بتخش على الفي اي بي. فهنخش على تورست عادي وندوس اول ميعاد متاح هو يوم 8/8. فهنا بتدوس سبميت، وبتيجي عند الصفحة دي بتملى المعلومات بتاعتك، وبعد كده بتنزل هنا بتكتب الرقم اللي هو كاتبهولك ده وبتدوس سبميت عشان تروح لصفحة حجز الميعاد. في ناس بتسأل ليه ناس كتير بتترفض لما بيقدموا على الشنجن فيزا. من الآخر كده، أي سفارة بتعتبرك مجموعة من الأوراق، لو أوراقك سليمة ومتأكدين إنك راجع ما عندهمش أي حاجة إن هم يرفضوك، فإن شاء الله هتتقبل. أول حاجة قبل ما تعمل الابليكيشن بتاعتك لازم يكون الباسبور معاك ولازم يكون ساري لمدة 3 شهور من بعد ما الفيزا بتنتهي. يعني انت لو مقدم على فرنسا اول مرة بتطلع لك 3 شهور، فلازم بعد ما ال3 شهور يخلصوا يكون باسبورك ساري لمدة 3 شهور كمان. ولازم يكون فيه ورقتين فاضيين عشان طبعا يلاقوا مكان يحطوا فيه الفيزا. تاني حاجة، وانت بتقدم على الفيزا لازم يكون البلد اللي انت هتقدم فيها دي لازم تكون اول بلد هتروحها. يعني دلوقتي انا قررت ان انا اسافر باريس وبرشلونه، فلازم تكون باريس مدتها اطول من برشلونه، يعني تقعد مثلا 7 ايام في باريس و5 في برشلونه. تعالوا بقى نشوف الورق المطلوب عشان نمشي واحده واحده وما يبقاش فيه اي غلط. اول حاجه لازم نطبع الابليكيشن ونمضي في الاخر بالقلم الجاف، ولو مش مليانه ممكن نملاها احنا بايدينا عادي ونسلمها. من الحاجات المهمة اللي هتاخدها معاك هي صورتين شخصيتين ليك، 3.5 في 4.5 أو 4 في 6 على حسب طبعا كل سفارة. ولازم تكون قافل بقك وسنانك مش باينة، ولازم تكون ودانك باينة، وشعرك مثلا طويل أو حاجة لازم ترجعه ورا عشان ودنك تبان. لازم يكون طبعا معاك الباسبور، ولازم يكون معاك نسخه كمان منه. في بقى ورقه لازم تجيبها من مجمع التحرير اسمها شهاده التحركات، بتاخد حوالي اسبوعين عشان تطلعها، فدي اول لما تعمل ميعاد الفيزا بتاعك لازم تروح تجيبها على طول. لو عندك اي باسبور قديم لازم تجيبه معاك طبعا وتصوره، وتصور الفيز اللي خدتها قبل كده. في حاجه مهمه طبعا وهي الاتش ار ليتر، بيكون فيه كذا حاجه: تاريخ تعيينك في الشركه، وان الشركه موافقه ان انت تسافر في الفتره من كذا لكذا، وان انت بتاخد مرتب كذا وكذا، وان احنا ان شاء الله فلان اول لما يرجع هيكمل شغله في الشركه. او لو انت طالب بتجيب شهاده من الجامعه او من المدرسه بتاعتك، شهاده قيد بتقول ان انت مقيد في الجامعه او في المدرسه دي. نيجي اللي بعد كده وهو كشف حساب بنكي مختصر لاخر 6 شهور، وده بيكون مهم جدا لان ده اللي بيثبت انك هيكون معاك مصاريفك هناك او معاك فلوس تغطي تكاليفك هناك، مش راح تهرب او حاجه. وده بتجيبه من بنك عادي جدا. لو انت مش معاك ممكن تجيبه من حد من اهلك، يعني من باباك او مامتك. اهم حاجه تاخد بالك ان في ناس بتاخد مثلا فلوس من اهلها 50,000 مثلا وتحطهم في حسابها مره واحده، وبيجي يعمل كشف حساب المختصر ده وبيسلمه، فبيعرفوا ان انت واخد الفلوس من حد اكيد. فساعتها الريجكشن المتينه بيبقوا عايزين التذكره بتاعه الطيران بتاعتك رايح جاي، وعايزين الاقامه بتاعتك. يعني لو انت قاعد في اوتيل بيبقوا عايزين الحجز المبدئي للاوتيل او للهوستل ايا كان انت هتقعد فين. الحاجة اللي بعد كده هو التأمين الصحي، بحوالي 120 جنيه بتجيبه من أي شركة تأمين، وده بيكون مغطي تكاليف 30,000 يورو. لو حصل لك أي حاجة، لو حاجة ضاعت أو أيا كان بيبقى بيتكفلوها يعني بره. احنا كده خلصنا كل الأوراق المطلوبة. أقول لكم على كام حاجة برضو كده زيادة عشان تعملوها. أولا حاول تترجم كل أوراقك للإنجليش او للغه بتاعه البلد اللي انت مسافرها. تاني حاجه حاول تظبط يوم السفاره بتاعك ده تنزل فيه بدري، عشان انت عارف الزحمه والحاجات دي، فحاول تنزل بدري قبلها بنص ساعه تكون هناك. في نفس الوقت تشيك على حاجتك عشان لو نسيت اي حاجه. كده كده مكتب السفاره او مكتب التاشيرات بيكون فاتح لغايه الساعه 3 وبيديك
5 ايام ممكن تسلم فيهم الحاجات الناقصه. كل يوم خش على الموقع عشان تعرف هو وصل لفين، لحد ما يقولوا لك ان هو وصل المكتب عندهم، وهتخش المكتب وقلبك بيدق وتستلم الباسبور، تفتح الظرف. مبروك 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 عليكم وعلينا. مبروك 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 يا ناسنا واهالينا. مبروك 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 مبروك